السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنتكلم عن سلسلة مشاكل وبنعيشها. هنتكلم عن مشكلة جديدة الحقيقة. وانا كنت قاعدة على موقع تواصل اجتماعي، فتلاقيت حد منزل مشكلة وبيقول: انا راجل متجوز من فترة بس مش مبسوط في حياتي مع مراتي، دايما في مشاكل وخناقات، حياتي في بيتي مش مريحة، دايما متضايق وزهقان. في يوم اتعرفت على واحدة، من هنا بقى بدأت المشكلة بتاعته. اتعرفت على واحدة للأسف متجوزة، بس هي عوضتني عن حاجات كتير كانت ناقصاني في بيتي، ما شفتهاش من مراتي. حبيتها جدا، هي أقنعتني إنها تتطلق. هي من الأول ما كانتش مرتاحة مع جوزها، وحياتها تقريبا نفس حياتي. ده اللي هي حكتهولي. كان في بينها وبين جوزها مشاكل كتير، ومستنية فرصة تتطلق. مش أنا اللي ناوي أخرب عليها. المهم كل شوية بتتحججلي لما بسألها عملت إيه؟ ما طلبتش من جوزك الطلاق؟ تخترع لي أي مبررات. هي كانت جميلة جدا، وكنا بنخرج مع بعض كتير، وطبعا مع مرور الوقت حصل بينا تجاوزات، وأنا ما كنتش قادرة أصبر لحد ما تتطلق، ولا هي كمان. هي دايما كانت بتقولي إنها بتحبني. أصبحت مش قادرة أستغنى عنها، وكنت مستني تيجي فرصة عشان نتجوز. وفجأة ابتدت تتغير معايا، وتصرفاتها بقت غريبة. ما بقتش بترد عليا، وبتتحجج حجج غريبة. بقيت ألاحظ إنها لما بتخرج معايا بتقوم تتكلم في التليفون بعيد عني. ومرة مشيت وراها حسيت إنها بتتكلم مع راجل تاني. لما رجعت لي ارتبكت وسألتها، كذبت عليا. سألتها بتتكلم مع راجل تاني؟ واجهتها، ارتبكت وكذبت عليا. ابتديت ألاحظ حاجات غريبة على صفحتها، وبدأت برضو تتحجج ومتغيرة معايا بشكل كامل، مش زي الأول. بقت بتتهرب مني، غير إنها عملت لي بلوك لما واجهتها بالحاجات اللي شفتها على موبايلها اللي هي الغلط أو على صفحتها الشخصية. دلوقتي احنا سايبين بعض، بس أنا مش قادرة على بعدها، وأصبحت فعلا بموت فيها. كل يوم بيعدي من غير ما يتكلم معاها بيتعب، ومش قادر أكمل من غير وجودها معايا. مش عارفة أوصل لها، هي قافلة كل السكك، قافلة التليفون وما بتردش عليه، وقفلت الصفحة الشخصية بتاعتها، ما بتردش عليه منها حذرته. مش عارف يتكلم معاها. أنا مش قادر على بعدها، ولا قادر أنتقم منها. بيقول ممكن يروح يقول لجوزها على العلاقة اللي كانت ما بينهم علشان جوزها يطلقها، بس مش عارف ايه اللي ممكن يحصل لو هو عمل كده. ومش طايق في نفس الوقت يعيش في بيته ولا مع مراته بسبب اللي هو فيه. طول ما هو موجود في بيته بيفكر فيها، مش قادر يستغنى عنها، ولا طايق البيت خالص، ومش عارف يعمل ايه. حياته أصبحت متعلقة بالإنسانة دي. عاوز يروح يقول لجوزها على اللي حصل ما بينهم، بس خايف لو قال لجوزها هي ما ترجعلوش وتطلق، ما تتجوزوش وترفض تكون معاه. فمش عارف يعمل ايه. عاوز حد يفيده يتصرف ازاي في المشكلة بتاعته دي. انا عاوزة اقولك حل مشكلتك في ايدك. هي سابتك، ابعد بعيد عنها. هي من البداية انسانة مش كويسة. ازاي انت قابل على نفسك وقابل تحط نفسك في موقف زي ده؟ واحدة بتقولك انا متجوزة، بتخون راجل، بتخون جوزها. ازاي مستأمن على نفسك انك تعيش مع واحدة خاينة؟ اللي خانت جوزها ممكن تخونك في اي وقت، ده اصلا لو اتجوزتك. مش عرفك اللي هي صادقة؟ وده طبعا باين، انت بتقول اللي انت سمعتها وهي بتكلم واحد تاني. ازاي قابل على نفسك اللي انت سمعته وشفت بتكلم واحد تاني
وبتقول انا مش قادرة اعيش من غيرها. انا مش قادرة يعني اقول عليك انت ايه بالظبط، ازاي شخصيتك دي، ازاي حاطط نفسك في الوضع ده وبتفكر اللي انت تروح تقول لجوزها عشان جوزها يطلقها وتجيلك. ازاي قابل على نفسك التصرفات دي كلها؟ حط نفسك مكانه، لو انت في مكانه هتقبل كده؟ مش عرفك لو قلت لجوزها ما يمكن جوزها يقتلك ويقتلها، يبقى انت عملت ايه؟ وازاي بتقول خايف اللي هي لو اتطلقت وحصل بالفعل مثلا، ازاي هي هتعيش معاك؟ بتقول خايف اللي هي ما تعيش معاك. انا مش عارفة ازاي انت طالب تحل المشكلة دي، بتفكر ازاي في واحدة زي دي؟ معلش ما انت كمان خاين، اللي انت خنت مراتك الست المحترمة. لو هي مش محترمة انت ما كنتش كملت معاها لغاية دلوقتي. فوق لنفسك. لو حد في المشكلة دي يفوق لنفسه، ما يمكن ربنا بين لها لك على حقيقتها، عشان كده خلاك تسمع المكالمة اللي كانت بينها وبين راجل تاني. ما يمكن ربنا بيديك فرصة عشان تشوف مراتك اللي قاعدة في البيت دي. انا لو منك اراجع نفسي، ربنا يهديك. لا اما تطلقها لو انت مش قادر ومش بتحبها اللي هي مراتك، طلقها، سرحونا بمعروف. يعني سيبها تعيش حياتها، يمكن تلاقي انسان كويس يحترمها ويقدرها بدالك انت كده بالاخلاق دي لانك عايش مع واحده، عاوز تعيش مع واحده خاينه، سايب ولاد الناس الطيبين المحترمين وعاوز تعيش مع واحده خاينه. ده الاجابه اللي ممكن ارد عليك بيها، ده عن نفسي. انا مش عارفه، هما ممكن بقى يردوا عليك في الكومنتات، ولو حد عنده نفس المشكله او شبه ذلك يقول حصل معاه ايه، يفيدنا يعني احنا كلنا هنستفاد من بعض. يا ريت ترد عليه في الكومنتات وتقولوا انتوا لو في مكان مراته ممكن تعملوا ايه لو حست بحاجة زي كده. اكيد هي انسانة طيبة ومحترمة، واكيد حاسة ان جوزها متغير معاها. المهم كل ده ونتكلموا معايا في الكومنتات وقولوا لي ايه رأيكم، وربنا يهدي يا رب. يعني كلنا خطائين وخير الخطائين التوابين. ربنا يهدي كل عاصي يا رب. واتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.